وعشان كده انا هستخدم ليف ان بتاع بابلز. فتعالوا بينا نقول برضو مكوناته بسرعة والقوام بتاعه عشان تعرفوا هل ده مناسب معايا ولا لا. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم كريستين عماد في فيديو جديد. ان شاء الله في الفيديو النهارده هنتكلم عن برودكت هاند ميد مصريه، وحقيقي هي كانت تجربه جميله جدا ليا، فعشان كده طلعت اعمل فيديو مخصوص عشانهم، عشان كمان كل حد محتاج ان هو يكون بيستخدم برودكت تكون متوفره في السوق وفي نفس الوقت سعرها كويس، وكمان خاليه من اي سيليكون او سلفات او اي زيوت معدنيه بتضر شعرنا. البرودكت دي اسمها بابلز. احنا ان شاء الله هنمشي بالترتيب كده. هم عندهم شامبو وبلسم، وعندهم ليف ان، وكمان هير بيرفيوم للشعر. حقيقي من الحاجات اللي بحبها ومفضله عندي. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، وكمان تفعلوا خاصيه الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان اعملوا لايك على الفيديو. طيب خليني اول حاجه اوضحها لكم ان انا الاسبوع ده كنت معرضه لتراب كتير جدا، فشعري حقيقي مش نظيف خالص، فروتي نفسها مضايقاني، حاسه ان هي مش نظيفه. انا ببتدي اعرف الشامبو ده حلو او مش حلو معايا ازاي لما بيبتدي ينزل كل الاتربه اللي موجوده في شعري في الميه. ابتدي افهم هنا ان الشامبو ده اوريدي بينظف فروتي كويس جدا. فده اللي عمله معايا شامبو بابلز حقيقي بعد تجربه شهرين متهيالي او شهر ونص. لا بينظف شعري جدا، وحتى بيرطب فروتي كمان. طيب تعالوا نتكلم بقى عن الست كلها، ونبدا باول حاجه فيها وهي الشامبو. الشامبو بتاعهم مبدئيا خالي من اي سيليكون او سلفات زي ما قلت في اول الفيديو، او اي زيوت معدنيه او اي حاجه عموما بتضر الشعر، مش بس الكيرلي، لا كمان الشعر العادي. اما بقى مكوناته عموما فهو بيتكون من زيوت كتير قوي، زي زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا وزيت الزيتون، وكمان موجود فيه اللافندر والروزميري، عشان كده حتى ريحته جميله قوي. انا مبدئيا مش بهتم قوي بقوام الشامبو، عشان الشامبو كده كده احنا مش بنحتاج قوامه في حاجه على قد ما انا بحتاج انه يكون بينظف شعري كويس. بس خليني برضو معاكم اوريكم القوام بتاعه. هو شبيه شويه للجيلي كده، يعني مش خفيف ومش تقيل، وحلو حقيقي، ريحته جميله انا بحبها. فانا هبدا باول خطوه ان انا استخدم الشامبو على فروه راسي كويس جدا عشان انضفها من اي تراكمات موجوده او اي اتربه. واوريدي كده كده زي ما احنا عارفين ان الشامبو بينزل على باقي الشعر، فاوريدي بينضف كمان شعري من اي تراكمات موجوده عليه. هغسل شعري وارجع لكم. وبكده اكون غسلت شعري تماما من الشامبو ومن اي بقى اتربه كانت موجوده. الحمد لله فروتي نطفت، انا بحس بيها طبعا، اكيد كلنا بنحس يعني لما فروتنا ما بتكونش نظيفه او متبهدله. طيب مبدئيا الشامبو مفهوش اي حاجه فيها بروتين، ولكن هو ممكن يكون مشكله شويه مع الناس اللي شعرها حساس من جوز الهند. الشعر حساس من زيت جوز الهند هو يعني مش الاوفر، ولكن في ناس يعني شعرها مش بيستحمله، فممكن نستبعده. نيجي لتاني خطوه وهي الكونديشنر او البلسم. طيب تعالوا الاول نقول ايه المكونات بتاعته عشان برضو اكون عارفه المكونات بتاعته دي مناسبه مع شعري ولا لا. مبدئيا هو برضو بيحتوي على زيوت كتير زي الخروع وزي جوز الهند وزي الجوجوبا، بس هو كمان بيحتوي على زبده الشيا، وكمان في كرياتين وفي بروتين صريح. مبدئيا انا شايفاهم ان هم برضو موازنين بين الترطيب والبروتين، ولكن هو يعتبر فيه كذا نوع من البروتين، فلو انت شعرك حساس قوي من البروتين فاقولك ان الكونديشنر مش هيكون مناسب معاكي. لكن لو انت بتحبي ان انت تكوني بتوازني بين ده وبين ده فاقولك تقدري تستخدميه، او حتى لو انت شعرك اوريدي بروتينه قليل ومحتاجه ان انت تزودي شويه بروتين فانصحك جدا ان انت تستخدمي
برضو هرجع لكم. وبكده اكون وزعت البلسم كويس على شعري وسلكت الجزئين. مبدئيا انا خطوه البلسم دي مهمه جدا بالنسبه لي، لاني انا شعري بعد الشامبو بيكون جاف جدا ومحتاج ان هو يترطب كفايه، فخطوه البلسم دي بالنسبه لي مهمه. مبدئيا احنا مش بنسيب البلسم على شعرنا اكتر من 5 دقايق، وبنبتدي ان احنا نغسل شعرنا كويس منه ومش بنسيبه. دي مش خطوه البلسم خالص. فانا هغسل شعري دلوقتي وهرجع لكم. نيجي لاخر خطوه في الروتين بتاعنا، وهي خطوه الستايلنج. الخطوه دي مهمه عشان بنبتدي فيها بقى نعمل الكيرلي بتاعنا ويكون ظاهر وواضح كده وشكله حلو. بس عشان اعمل كيرلي يكون ثابت معايا لكذا يوم وكمان شكله حلو وديفايند وفيه لمعه لطيفه، لازم استخدم ليف ان. وعشان كده انا هستخدم ليف ان بتاع بابلز. فتعالوا بينا نقول برضو مكوناته بسرعه والقوام بتاعه عشان تعرفوا هل ده مناسب معايا ولا لا. اول حاجه هو بيحتوي على زبدة الشيا وزيت الارجان وزيت الجوجوبا وكمان زيت الافوكادو. فهو مبدئيا فيه زيوت كتير مع زبدة الشيا، فانا شايفاه ان هو مناسب جدا مع كل انواع الشعر، اللي محتاجة بروتين او محتاجة بروتين قليل او محتاجة بروتين كتير. في كل الاحوال انا شايفاه مناسب جدا. حتى القوام بتاعه، تعالوا اوريكم القوام عشان برضو تكونوا عارفين. مبدئيا القوام بتاعه متوسط، يعني مش خفيف قوي ولا تقيل قوي، فانا شايفه ان هو مناسب جدا مع انواع شعر كتير بتحب القوام المتوسط، انه ما يكونش فيه حاجه تقيله قوي على الشعر فتهبط شعر لتحت وما يكونش فيه فوليوم. او الناس اللي بتحب حاجات شويه خفيفه فما تحطش كميه اوفر منه، تحط كميه مناسبه، فبالتالي هيديها شكل حلو وكمان ترطيب كويس وكمان فوليوم رائع. خلوني اعمل الستايلنج بتاعي وارجع لكم عشان تشوفوا شكل الكيرلي بعد بقى ما شعري ينشف تماما. وبكده نكون وصلنا للوك النهائي اخيرا بعد ما شعري نشف. زي ما انتم شايفين اولا الفوليوم شكله حلو ازاي، وحتى لمعه الشعر، الشعريه نفسها اوريدي مترطبه كفايه، ودي حاجه مهمه بالنسبه لي عشان انا بقعد طول الاسبوع بشعري كده، مش بغير فيه، مش بغسل، مش بعمل ريفرش. انا في حاجه نسيت اقولها لكم، انه الليف ان الكميه اللي بتحطيها دي حسب شعرك. يعني انا مثلا ما بحطش كميه كبيره قوي، عشان لما بحط كميه كبيره بحس ان الفوليوم بتاع شعري مش بيبقى موجود وشعري اوريدي بيهبط جدا وبيبقى نازل لتحت كده. نيجي بقى لاخر حاجه انا بحبها قوي، وهي الهير برفيوم بتاعهم. مبدئيا هم عاملين يعني كذا نوع، بس انا جايبه اللي هو بالكاندي بوب، اللي هو بريحه شويه البونبوني يعني. مبدئيا هي برضو المكونات بتاعته ما فيهاش اي حاجه ضاره على الشعر، وفيها بنسينول وفيها زيت الخروه وفيها فيتامين اي. حقيقي هو ريحته جميله جدا، انا بحبها. يعني ممكن مثلا اول يومين بيكون شعري ستيل ريحته حلوه من الشامبو والبلسم والليف ان، لكن بعد كده مثلا بيبتدي مثلا الريحه بتبتدي تروح تدريجيا، فبحب اني اعمل زي ريفرش لشعري بريحه حلوه، فببتدي ارش على الشعر نفسه من بعيد كده، مش بحطه على فروه او حاجه، لا على الشعر نفسه. هو اوريدي خفيف زي الميه، كاني برش سبراي يعني عادي، وبيخلي ريحه الشعر جميله جدا. وحتى ممكن اخده معايا في الشنطه بتاعتي لو حابه ان انا اعمل ريفرش لشعري بره او حاجه. بكده نكون اتكلمنا عن كل السيت بتاعت بابلز، من اول الشامبو والبلسم والليف ان والهير سبراي. اتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم، واتمنى اي حد كان حابب يعرف اكتر عن البرودكت يكون افدته وقدرت اوصل له كل حاجه بمكوناتها بالقوام بتاعها وهل ده مناسب معايا او لا. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وكمان تعملوا شير عشان اصحابكم يستفيدوا زيكم. ولو عندكم اي كومنت سيبولي هنا او على جروب الفيسبوك او على اكونت الانستجرام. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.